سيأتي اليوم الذي يزول فيه تعبك وينطفئ فيه وجعك وتشرق روحك من جديد. فما كان يؤلمك اليوم سيصبح غدا سببا لتغيرك للأفضل. الله لا ينسى من صبر ولا يتخلى عن من توكل عليه بصدق. كل لحظة انتظارك الآن هي بناء داخلي لقلب أقوى وروح أنقى. فلا تظن أن الله تأخر، إنه فقط يمهد لك طريقا عظيما لا يشبه سواه. سيفاجئك الله بفرج يبدل حالك تماما، وستدرك حينها أن كل ما مررت به كان رحمة متنكرة في هيئة ابتلاء.